طارق هو الاخر دخل للتاريخ. لماذا؟ لان طارق السكتيوي الاسم الوحيد اللي يفوز بلقب قاري كلاعب ويفوز بلقب قاري كمدرب. فاز بلقب قاري كلاعب عندما كان مع الشباب 97 مع طارق مع رشيد الطاوسي ومع الجيل اللي تعرفونه فوزي المرازي والزروالي وعادل الرمزي اللي سجل في ذلك النهائي. واليوم يفوز بلقب كمدرب. مشاهدينا الكرام، بعد ما توج ببرونزيه الالعاب الاولمبيه كاول تتويج في رياضه جماعيه في الالعاب الاولمبيه واول تتويج الكره المغربيه في الالعاب الاولمبيه. طبعا حنا ولا بعيد عليك انا ماشي كتيا هما حيدوا من جهه الكاس صاير غيتصوروا معاه ملي غيجي هاجي فرحين ساكت خليهم. القادم سيكون احلى ان شاء الله. القادم سيكون افضل بمزيد من الانجازات. هذه الروح الانتصاريه ثقافه النهائيه. زمان اتذكر زمان كنا يعني نفرح بالتاهل. الان لازم نفخر بهذه الاجيال، لازم نعتز بهذه الاجيال. فبرافو يا شباب والمستقبل امامكم، وان شاء الله المنتخبات الاخرى تواصل على نفس المنوال. صور لي الذكرى، ارقام تحققت اليوم. قالت لهم حيدوا بركه. طارق السكتيوي اول اسم يفوز بلقب قاري كلاعب غادي يمشي لهم الكاس قياسي من حيث القاب الشان. وانتم بركه حشموا رقم المنتخب المغربي بوصوله الى اللقب الثالث بعد ما كان متساوي مع الكونغو الديمقراطيه. برافو مروان، برافو شباب. هذه صوره للذكرى، صوره جماعيه للابطال الذين ظلوا تقريبا 35 يوما في كينيا، البلد الوحيده والمنتخب الوحيد الذي تنقل بين ثلاث بلدان. روح انتصاريه، عزيمه الابطال، اسود الاطلس في لحظات للتاريخ سيرفعون الكاس الغاليه هنا في نيروبي، هنا في العاصمه كينيا. هنا تاريخ آخر يكتب للكرة المغربية، مجد آخر. وارفع الكاس يا ربي يا حريمات، ارفع الكاس. الله أكبر. وأنتم الأسود هنا في لحظة التاريخ، هنا في لحظة التتويج. حريمات المايسترو يعلي الكاس كما هي عالية الراية المغربية. الله الجزائريين يلا نشوف واش غدو القارية والدولية. فعلا هي خفاقة في كل المحافل الدولية والقارية، واليوم نعم نؤكدها من خلال هذا التتويج القاري. برافو يا شباب، مبروك، مليون مبروك للمنتخب الوطني وللكرة المغربية وللشعب المغربي قاطبة من طنجة العالية إلى الكوير العزيزة السعداء بلقب جديد. والمسيرة بكل تأكيد ستتواصل، لأنه سنبحث عن المزيد وسنبحث عن الدفاع عن سمعة الكرة المغربية وتاريخ الكرة المغربية. نعم في المغرب في مواهب وفي أبطال وفي إمكانيات وصلت من أجل نجاح المنتخبات الوطنية. هذا نجاح ينضاف وننتظر بكل تأكيد المزيد خلال السنوات والمحافل الدولية القادمة. بهذه الصورة الجميلة يصدر الستار على كأس إفريقيا للاعبين المحليين بلقب آخر هنا في العاصمة نيروبي. تطوى الصفحة نعم بلقب جديد ونفتح صفحات أخرى. يطيحوا داكشي ويلي هرسوا داكشي شومبيوتر زاد.